هلا ومرحبا بكم في قناة عالم التكنولوجيا والمعلومات الخاصة بتقنية التكنولوجيا. النهاردة هقول لك ازاي تشتغل في الدعاية والإعلانات وتحقق أرباح خيالية، بس ده كله الجزء الأول. في جزء تاني، تابع معايا للآخر. ايدك بايدك بايدك وهنساعد بعض ان شاء الله في هذا الفيديو. لكن ما تنسوش اشتراك في القناة ليوصلكم جديد من سلسلة الفيديوهات المفيدة على يا جماعة بالطريقة الفردية. طبعا احنا هنا عندنا كذا طريقة. الطريقة الفردية دي اقول لك يعني ايه طريقة فردية. بس قبل ما تبدأ وقبل ما تعرف لازم تكون مستخدم كانفا كويس جدا، وهتعرفه بعدين ليه وتعمل كذا اعلان. طبعا هيبقى فيه فيديوهات تانية عن انشاء كذا ولا 20 اعلان في فيديو واحد واللوجو بتاع، عشان لو اي حد اي حاجة عدت عليك ما تقدرش تدور وتتعب وما تعرفش تعمل. تعال نبدأ بالطريقة الفردية. الطريقة الفردية دي إنك تشتغل لنفسك، وقلنا في كذا طريقة، ده كمان في جزء أول وجزء تاني، فاهم أنت؟ انا مثلا سميت بتاع الاعلانات بتاعتي اسمها بيبو، وانت ده على حسب تسميها على حسب ما تعمل. مثلا متفوق، تميز، اسمك انت تسميها برضو اي حاجة، فاهم انت؟ انا بس عملت الاعلان ده قبل الفيديو بس عشان اشرح لكم عليه. كتبت بيبو للدعاية والإعلانات. عمل إعلانات ودي شرحناها في الجزء الأول والتاني، وعمل دعوة فرح شرحناها برضو، وعمل مونتاج لا ما شرحناهاش لسه، فيديوهات قادمة إن شاء الله. قلت لك هنشرح كل حاجة. وعمل فوتوشوب برضو لسه ما شرحناهاش، فيديوهات قادمة. عمل تشفير مذكرة وعمل مذكرات، دول مهمين برضو، أهم من المونتاج والفوتوشوب، لأن دول الناس بتدور عليهم وبالذات المدرسين. تمام. فإن شاء الله في فيديو تاني هنشرح ازاي. اشترك في القناة طبعا عشان يوصلك كل الفيديوهات دي. تمام. وعملت تواصل والعمل عشان الناس تتصل عليا واتساب، وهنا علامة ايه الواتساب اهياتي. طبعا عرفنا ازاي نحط علامة واتساب اللي هي العنصر، وتعلمنا اللي هي الواتساب دي عنصر، وتعلمنا ازاي نضيف له عنصر. وهنا كتبت رقم التليفون وعملت هنا مكالمات وضفت رقم التليفون. وهنا مثلا عايز بس زينة وحاجة كده بأسعار منخفضة جدا، وممكن السطرين تلاتة دول يدوا المشاهد الإعلان ده حاجة وحماس كده ويخلي يتصل عليا بسرعة. وكتبت هنا عروض بيبو. العروض بيبو يعني عروض حاجة بأسعار منخفضة جدا. تعلمنا ازاي نعمل ده كله على القناة. تمام. تعلمنا في الجزء الأول جزء تاني، ولسه في أجزاء تاني من سلسلة الفيديوهات المفيدة. ده الطريقة الفردية. الطريقة الفردية انت مثلا الاعلان ده، ولن يكن مثلا انا قلت لك اعمل لي اعلان وانت عملته بنفس التصميم ده بنفس الحاجة ده، سعر الاعلان ده ب20 جنيه. وصلت ليه؟ سعر الاعلان 20 جنيه فقط. تمام. او 15 جنيه. لكن طبعا انت في البداية لازم تخلي اسعارك ما ملهاش اسعار، يعني تخلي اسعارك ضعيفة جدا عشان ايه؟ العميل يجيلك. بس مثلا ما تقولش الإعلان ده 2 جنيه، الإعلان ده 5 جنيه. ايه ال2 و5 جنيه ده محدش يرضى يجيلك أصلا، إن أنت بتعمل حاجات وحشة، هما يقولوا كده. تمام. لكن مثلا تخليه ب10، مثلا ما تخليش فكة، يعني ما تخليش تقول 8 ونص، 8 وربع. تمام يا أخويا. تمام يا أخويا. ندخل على الطريقة التانية. الطريقة التانية يا أخويا إنك هتنتشر بشكل أسرع، بالطريقة نسميها طريقة انتشار. تمام. طريقة انتشار دي يا أخويا يعني هي يعني هتبدأ تحقق من هنا أرباح. هتدخل على تطبيق الفيسبوك، اللي كلنا عندنا تطبيق الفيسبوك، وهقول لك هتكتب ايه فيه. هتكتب الكلمة أو الكلمتين اللي هيظهروا قدامك دلوقتي، والرابط موجود في وصف الفيديو. هتكتب حاجة اسمها فري، مش فري فاير، لا، فري لانسر. طيب أنا هنا غير متصل، هتصل بشبكة الواي فاي وهوريك. طبعا بص، فريلانسر ده جروب كبير جدا مليان أعضاء، الناس بتدور عليه أو الناس بتدور عليك. علي أنا؟ لا مش علي أنا، عليك أنت. إن أنت مصمم جغرافي، تخلي نفسك
يعني تخلّي تحط كلام موزون، كلام كبار، كبار. هنا سأثبت قليلًا احترامًا وتقديرًا لهذا الكبير اللي هو أنت، تخلّي الناس تقول كده يا معلم، تمام. بعد ما تكتب freelancer تضغط على محرك البحث. بعد ما اتصلت بشبكة واي فاي، تمام، أو بأي شبكة عندك، المهم تتصل بإنترنت. بعد ما اتصلت كتبت فريلانسر، بحثت، انت هيجيب لك الواجهة دي وهيجيب لك الأشخاص. مالكش دعوة بالأشخاص ومالكش دعوة بأي حاجة. هنا انت تنزل تحت هنا عند كلمة المجموعات، بتلقى هنا في مجموعات كتيرة، أنا منهم داخل فيه ومنهم في حاجات مش داخل فيها. فريلانسر مصر وفريلانسر عام، انت تشوف المجموعة اللي فيها أعضاء أكتر. فريلانسر مصر عندها 179 عضو، لكن أنا مش، انت بتكتب هنا أي حاجة وبتدوس رسالة عشان تتقبل، لأن المجموعة خاصة. المجموعة أو الجروب اللي أنا داخل فيه 73 ألف عضو، ده حاجة كبيرة جدا جدا. لو دخلت عليه مطلوب أشخاص للعمل، هنا بتلاقي شغل فريلانسر فريلانسر. معناها مثلا إنك شغل دعاية، شغل هتلاقي أشغال كتيرة جدا، بس ده كله في التكنولوجيا. أنا هوفر لك كتير شغل غير الدعاية والإعلان. هنا بتجيب الإرسال منشور، وهنا بتجيب صورة أو فيديو، تجيب الإعلان اللي أنا قلت لك اعمله في أول الفيديو وتنشره، أو ممكن مش لازم إعلان، تكتب السلام عليكم اللي عايز أنا، أو السلام عليكم أنا مصمم جغرافيك، تمام. وتكتب اللي عايز يصمم إعلانات، دعاية، دعوة فرح، اللي أنت بتعمله. بعد ما تكتب هنا فوق كلمة نشر، هنا فوق كلمة نشر بتدوس على نشر، وبكده في دقائق المنشور بيتنشر، بياخد بس موافقة المشرف. أنا بس مش هنشر، تمام. طيب افرض أنا مش عايز أنشر، هنا بتلاقي تدور على شغل ليك الناس طالباه، تمام. ودي طريقة الانتشار بأسرع وقت. الجروب ده فيه 93 ألف عضو، تمام، 93 ألف عضو. ده لو جالك منهم 3000 واحد بس، و90 واحد ما جالكش، دي حاجة كبيرة جدا. وعندك كذا جروب أهو، 179 ألف عضو. عندك جروب تاني 31 ألف عضو. عندك حاجات كتيرة. مرحبا، مطلوب مسوين نشر واستهداف ضمن منصة الفيسبوك، السوق ده مناطق أهو. في شغل تاني، يعني أنت يعني أي سن، المؤهل غير محدود الخبرة، المرتب مفتوح من 600 جنيه وحسب اجتهادك حتى 8000 جنيه وأكثر. تدريب أونلاين قبل أحد فروع الشركة أو بنك للاستفسار. يعني أنت بتلقى حاجات كتيرة جدا يا جماعة. ودي كانت طريقة النشر وطريقة النشر. أما الطريقة التالتة وهي طريقة إزاي تشتغل في موقع إلكتروني. بصوا يا جماعة، صراحة الشغل اللي أول طريقتين دول هما يعني أنت تقدر تشتغل بيهم في البداية. أما الطريقة التالتة وهي بتاعة الموقع الإلكتروني، بس حبيت أقولها كصراحة في أول الطريقة، إنك هتاخد منك وقت. فأنت لو لقيت حد يشغلك على طول، يبقى دي حاجة كويسة جدا. طيب لو عايز تشتغل على طول، ابعت لي أو اكتب لي في الكومنتات تم، أو اكتب أي حاجة، اكتب أنا عايز أشتغل على طول، وأنا هتواصل معاك في الكومنتات وهكتب لك رقمي، أو هتواصل معاك وأقول لك أنا لقيت لك شغل في شركة دعاية وإعلانات، أو مواقع على التواصل الاجتماعي، تمام. إن شاء الله هلاقي الناس كلها. بتيجي في محرك البحث وتكتب موقع المصري اليوم. لو الموقع اللي انت بتبحث عليه مش أو مقدرتش تتواصل معاه من الفيسبوك، شوف أي منصة تاني، تمام. عندك هنا مثلا المصري اليوم 13 مليون تنزيل، يعني موقع كبير جدا جدا جدا. عندك علامة ماسنجر اهي، علامة ماسنجر اللي هي هنا للتواصل. عندك رقم تليفون إلى الواتساب، تمام أخواتي. لو ضغطت عليه، تمام، انت تقدر تروح تتواصل معاهم في الواتساب. لكن صراحة الواتساب مش بيردوا كتير. حتى بصوا معايا كده،
أنا بعتلهم من فترة وهم مردوش. فأنت تواصل معاهم على الماسنجر، تضغط على علامة الماسنجر دياتي، تمام، هتضغط عليها مرة أو 2 أو 3 لحد ما تفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. هتفتح معاك المحادثة، هتكتب لهم في المحادثة السلام عليكم، أو تنشر على طول الدعوة اللي انت عملتها. السلام عليكم، أنا مصمم جغرافيك وكاتب مقالات أو مقال، عايز عايز أشتغل عايز أشتغل معاكم في الموقع الخاص بيكم. بعد كده هتكتب، هيبعتولك تفاصيل الشغل وهيبعتولك هيردوا عليك في أقل حاجة في خلال يوم. فأنا إن شاء الله اللي عايز أي شغل، اللي عايز أي شغل، اللي عايز أي حاجة يكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليه. وإن شاء الله أنا هدورلك، وأنا شغلت ناس كتيرة في الدعاية وفي شركات وفي مواقع، تمام، وناس بتثبت على كده، تمام، ناس متعلمة شغلتها وناس بتعرف تصمم شغلتها على طول في المواقع وفي الشركات، وكانت بتبعتلي على طول أروح موديها، وهي ولا بتكتب ولا بتتعب ولا أي حاجة، وفتحت مصدر دخل حلو لحد دلوقتي. فأنت لو عايز شغل على طول ابعتلي أو اكتبلي في الكومنتات، وإن شاء الله هرد عليك وأقولك على الطريقة. طبعا انتظروا فيديو تالت أو جزء رابع، تمام، أو فيديو رابع هقولك فيه ازاي تشتغل في شركة دعاية واعلانات، لكن بتغلب جدا جدا وبتاخد وقت على ما توصل لشركة دعاية واعلانات، لكن هي مصدر الربح الحقيقي من الدعاية والاعلانات. انتظروا فيديوهات قادمة من سلسلة فيديوهات مفيدة على القناة. شكرا لكم.